اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله حوالي 8 كيلو من البرسيل الجل التجاري، يعني نفس طريقه الشركات بالظبط، واللي مختلفه كل الاختلاف عن اللي احنا بنعمله في البيت بصابون الغسيل او الاريال او الاضافات دي كلها. كل دي اجتهادات ملهاش علاقه بالطريقه الاصليه بتاعه البرسيل الجل. لو اول مره بتشوفوني، معاكم اميره شعراوي من قناه ميرو شعراوي. كل المكونات اللي هنشتغل بيها النهارده موجوده عند بتوع مستلزمات المنظفات في ميدان باب الشعريه او في شارع الجيش الموجود في العتبه، اللي هم بتوع المواد الكيميائيه بتاعه المنظفات. اول حاجه هنزل ب2 لتر من الميه. طبعا انا بنزل بكميه بسيطه من الميه، ومع بقى المكونات اللي بنحطها بنبدا نظبط القوام في الاخر على حسب ما احنا عايزين. هحتاج معايا 12 جرام من التايلوز. التايلوز الهدف الاساسي منه ان هو ماده لرفع اللزوجه، وكمان بتخلي الرغوه تقعد فتره اطول بدل ما تختفي. يعني احيانا بنشوف رغوه كده بتختفي على طول، لا، التايلوز بيساعد ان الرغوه تقعد معايا وقت اطول. والاهم من كل ده ان التايلوز اساسا بيساعد على تفتيت الاتساخات اللي بتكون موجوده في الملابس ومنعها من التكون مره اخرى. لما تيجي تنزلي بيه، ما تنزليش بيه مره واحده كده، انزلي بيه كده وانتي بترشيه وبتقلبي بالايد التانية علشان ما يكلكعش مننا في الميه. لازم اقلب كويس جدا جدا، وده اللي انا عايزه اقوله النهارده في الفيديو، ان كل مكون هنزل بيه انا بقفل الكاميرا علشان ما اطولش عليكم، ولكن بفضل اقلب من ورا الكاميرا. مثلا كل مكون بنزل بيه مش اقل من 4 أو 5 دقايق. وبعد ما اتاكدت ان التايلوز والميه اختلطوا ببعض تماما، هحتاج معايا دلوقتي 45 جرام من الصودا الكاويه مدوباهم في كوبايه ميه. هحطهم على الميزان. لو انت ما عندكيش ميزان، ال 45 دول هيبقوا معلقتين هرميين من بتوع الاكل، يعني مثلا معلقتين، معلقتين ونص، حاجه كده يعني في الحدود دي. طبعا ما تكونيش قلقانه من الجرامات بالظبط بالظبط. ليه؟ لان احنا بعد كده بنظبط البي اتش علشان نوصل ل الرقم اللي احنا عايزينه. وكلنا عارفين ان البي اتش بتاع البرسيل وشامبو السجاد والحاجات دي بيكون 9، يعني 8 او 9. غير طبعا الصابون السائل. الصابون السائل البي اتش بتاعه بيكون على 7، والشامبو والهاند سوب والشاور جيل بيكون على 5. طيب انا قلبت كويس قوي ال 45 جرام من الصودا الكاويه. لو انت هتستخدمي، انا استخدمت صودا قشور النهارده، لو انت هتستخدمي صودا سايله يبقى هتحطي 90 جرام. كلنا عارفين ان الصودا السايله بنضاعف كميتها عن الصودا القشور، لان تركيزها بيكون نص تركيز الصودا القشور. خليكي عارفه المعلومه دي. كل 100 جرام من الصودا السايله بيساوي 50 جرام من الصودا القشور. بقلب كويس جدا جدا علشان الصودا الكاويه تختلط معايا بالتايلوز وبالميه. تقليب متواصل ومستمر. طبعا الحاجه اللي انا شغاله فيها تكون بلاستيك، ما تكونش مثلا معدن او المونيوم او الكلام ده كله. والمعلقه تكون خشب او سيليكون، وتكون مخصصه لاستخدام المنظفات بس، ما استخدمهاش تاني. انا ما استخدمهاش في الاكل يعني. انا دلوقتي سبت بقى المعلقه الخشب، وحاسه ان المضرب في التقليب اسهل واحسن، مديني نتيجه افضل. ينفع نستخدم هاند بلندر؟ اه طبعا ينفع نستخدم الهاند بلندر. دلوقتي هحتاج 250 جرام من السلفونيك. السلفونيك قلنا قبل كده ان هو ماده ممكن اعتمد عليها لوحدها كده مع الصودا الكاويه في عمل الصابون السائل. يعني انا لما باجي اعمل صابون سائل ممكن احط ايه؟ سلفونيك وصودا كاويه واعدلهم مع بعض. يعني احط قد ايه مثلا سلفونيك وقد ايه صودا كاويه؟ لا، مش قد ايه، ما فيش حد يقدر يقولك قد ايه بالظبط، انا قلت الكلام ده قبل كده. اهم حاجه يدوكي رقم 7. لما تيجي تعملي صابون سائل تعادلي الاثنين مع بعض على رقم 7. حسيتي انه عالي عن السبعة يبقى هتحطي سلفونيك، حسيتي انه نزل عن السبعة يبقى هتحطي صودا كاويه. طيب هنقلب مع بعض كويس جدا. دلوقتي احنا نزلنا ب3 مكونات. اول حاجه حطينا 2 لتر من الميه، وبعدين حطينا 250 جرام من السلفونيك، حطينا 12 جرام من التايلوز، وحطينا 45 ل 50 جرام من الصودا الكاويه كنا مدوبينها في كوبايه ميه. بصوا القوام ما شاء الله تقل معايا جدا جدا. يعني القوام ده محتاج ان هو مثلا ينزل عليه مش اقل من 2 او 3 لتر. الطبق ده بس كان يعني حسيت ان القوام تقيل قوي على ايديا وانا بقلب، فحطيت نص لتر من الميه. علشان كده بقولك ما تنزليش بكميه الميه كلها مره واحده في البدايه، انزلي بيها بالتدريج، وكل ما تحسي ان القوام تقيل هتبداي تخففيها واحده واحده. غير طبعا لما القوام هتلاقيه خف معاكي هيبقى صعب شويه ان انتي تتقليه. طيب انا دلوقتي بدات اقلب كويس قوي، وده بقى وقت ان انا اقيس البي اتش بتاع البرسيل جel بتاعي. زي ما قلت لكم البي اتش بتاع البرسيل بيكون على يعني 8 او 9 شغال. اكتر من كده هيبقى غير امن على ايديا لو استخدمته كغسيل يدوي، واقل من كده طبعا مش هينضف معايا الملابس خالص. بصوا هو المفروض اهو ان هو كده على 8. البي اتش
ممكن ما يبقاش مظبوط معانا هنا بالظبط. ليه؟ علشان لسه الصودا والسلفونيك متفاعلين مع بعض والتيلوز والكلام ده كله، فممكن المنتج يبقى سخن شويه. فانت تقدري تركنيه مثلا نص ساعه علشان يهدى والقياس عندك يبقى مظبوط. علشان كده هو بصوا مش قاري قوي، مثلا 7 أو 8 أو هو حاجه كده. ولكن انا بعد ما هخلص خالص هقيسه تاني علشان اتاكد ان هو سليم ومظبوط. طيب انا دلوقتي محتاجه 80 جرام من التكسبون. التكسبون ماده اساسيه في زياده الرغوه، او هي اصلا ماده رغويه. يعني احنا عملنا هنا على القناة قبل كده شاور جل باستخدام التكسبون والشاور، بس جبنا كوباية من الشاور وكوباية من التكسبون، دوبنا التكسبون في المية وحطينا عليها كوباية الشاور، وعملنا حوالي 2 لتر مثلا من الشاور جل. فالتكسبون مادة اساسية في زيادة الرغوة، ما تقلقوش منها خالص. كل المواد اللي احنا استخدمناها دلوقتي ان شاء الله ما فيش منها اي خوف ولا قلق طالما استخدمناها بالمعايير المظبوطة. التكسبون بيخش في صناعة معجون الاسنان، يعني ما فيش منه خطورة او خوف. التيلوس بيدخل في المستحضرات الطبية وبيدخل في بعض المواد الغذائية. دلوقتي انا حطيت 40 جرام من فاتي الكحول. فاتي الكحول ده لازمته ان هو بيقضي على الدهون والشحوم اللي بتكون موجودة في الملابس. احيانا بنطلع الغسيل من الغسالة في بقع، بتبقى بقى مثلا بقعة زيت، بقعة مثلا اكل فيها سمنة، فبنلاقيها ما بتطلعش بسهولة، البقعة دي ما بتطلعش بسهولة. فاتي الكحول حطيت منه معلقتين كبار، ما تكتريش برضو منه قوي علشان خاطر عايزين نلتزم بالمقادير علشان المنتج يبقى معايا جودته كويسة وفي نفس الوقت يكون آمن. كل المكونات اللي انا قلت عليها دلوقتي ما تحاوليش تعقدي نفسك وتقولي لا 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 انا مش عارفة اجيب الكلام ده كله، خلاص بقى انا مش عارفة اعمل المنتج ده، انا اروح اشتريه اسهل. والكيلو دلوقتي تقريبا معدي ال 60 جنيه او 70 جنيه بتاع البرسيل الجل. فانتي تاخدي بعضك كده وتنزلي ميدان باب الشعريه هناك عند فلوباتير او الزواوي او محلات كتير دكتور شاهين التقوى، محلات كتير جدا هتلاقيها بتبيع مستلزمات صناعه المنظفات. والله العظيم يا جماعه هيوفر معاكم توفير مثلا مش اقل من 70%، وتعملي كل المنظفات بتاعتك في البيت. المكونات قلتلك عليها ان شاء الله، اي حاجه تقف قدامكم انا تحت امركم في اي سؤال وفي اي وقت. انا دلوقتي حطيت معلقتين هرمين من الملح. الملح طبعا بيغلظ القوام بتاع الصابون وكمان بيطهره او البرسيل عموما يعني، وكمان بيطهروا وبيديله شفافية. فانا برضو مش عايزة اكتر الكمية قوي علشان الملح لما بيكتر بيفصل معايا الرغوة او بيقلل معايا الرغوة، وطبعا بيأثر في جودة البرسيل او الصابون بتاعي. انا بفضل استخدام الملح الخشن ده، هنلاقيه موجود عند العطارين كلهم، الكيلو بتاعه تقريبا ب10 جنيه، بيدي نتيجة افضل في المنظفات. حطيت معلقتين في نص لتر من المية وقلبتهم كويس لحد ما دابوا، ونزلت على البرسيل بتاعي. بعد ما بنزل بالمية بالملح او بمحلول الملح بتاعي ببدأ بقى اظبط القوام بعد كده. ليه؟ لان اصلا الملح زي ما قلت لكم بيغلظ القوام، فانا ببدا اشوف القوام اللي انا عايزاه واوصل له. لو انت عايزاه مثلا تقيل معاكي يبقى هتبداي تقللي كميه الميه اللي انت هتحطيها، لو انت عايزاه خفيف يبقى هتفضلي تحطي ميه بالتدريج لحد ما توصلي القوام اللي انت عايزاه. بصوا انا هنا اهو لما لقيته تقيل قوي هنزل ب3 لتر من الميه، هنزل بيهم كده بالتدريج واقلب نص مثلا الكميه وبعدين اقلب وبعدين انزل بلتر تاني وبعدين اقلب لحد ما الاقي القوام اللي انا عايزاه له وصلت له. بالنسبه بقى للغسالات الاوتوماتيك، هو ده دلوقتي الغسالات العاديه والغسالات الفوق اوتوماتيك والغسيل اليدوي والكلام ده كله. عايزه تستخدميه في الغساله الفوق اوتوماتيك اللي هي الباب بتاعها من الجنب او من قدام، يبقى هتجيبي حاجه اسمها انتي فوم او مانع رغوه. هتجيبي مثلا 100 جرام وهتبداي تنزلي بالتدريج، ما تنزليش بيهم كلهم مره واحده، وتقلبي وتنزلي وتقلبي لحد ما تلاقي الرغوه اختفت تماما من البرسيل بتاعك. مانع الرغوه اصلا بيمنع الرغوه بتاعه البرسيل علشان خاطر الغساله الاوتوماتيك طبعا بيكون غلط عليها، انما لو هتستخدميه زي كده الغساله الفوق اوتوماتيك لا طبعا ملهوش اي لازمه خالص. انا دلوقتي حطيت الوان مايكا. الالوان يا جماعه مش اساسيه معايا لما باجي اعمل المنتج ليا انا او لاستخدامي انا او حتى لاصحابي او لجيراني او كده، هي مش اساسيه معايا، انا بستخدمها بس علشان خاطر التصوير. لكن لو انت هتعمليها عندك او ليكي انت في البيت يعني شايفه ان هي تكلفه، وخصوصا الوان المايكا مش رخيصه، اعتقد ان ال50 جرام ب30 جنيه او ب40 جنيه، فانت تقدري تستغني عنها. لو انت بقى حابه موضوع الالوان ده، بديل الوان المايكا اللي فيها التصديفه واللمعه دي الاي شادو بتاعنا في البيت لما بيتكسر نقدر ان احنا نستخدمه، ونقدر ان احنا نستخدم الالوان الغذائيه.
انا دلوقتي هركنه لتاني يوم علشان الرغوه تروح منه تماما، وكان بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال والتصديفه واللون ده علشان انا ركنته لتاني يوم. هحط بقى دلوقتي حوالي 15 جرام فورمالين. ليه 15 جرام حطيتهم، او ليه الفورمالين اصلا حطيته؟ لان انا كنت عامله كذا مره اعمل معاكم برسيل في القناه، فانا عندي لسه ده مش هستخدمه دلوقتي، ده ممكن اركنه عندي مثلا يعني شهر، شهر ونص، على ما ابدا استخدمه، على ما اكون خلصت الحاجات اللي عندي. انا بستخدم الحاجات اللي انا عاملاها الاول. بالنسبه بقى يا جماعه للريحه، الريحه بنحطها بعد ما بنحط الفورمالين مش قبله، لان الفورمالين ريحته مش بتبقى احسن حاجه يعني. فانا بخلي الريحه دايما هي اخر حاجه. لو هتستخدمي ريحه برسيل، ريحه دوني، اي ريحه انت عايزاها، بتحطيها تاني يوم بعد ما بيكون المنتج هدي تماما، وبعد ما بتحطي الفورمالين. وكمان بتحطي حوالي 5 جرام بس. انا عايزه اقيس معاكم بقى البي اتش علشان في الاول ما كانش واضح، لان انا دلوقتي زي ما قلت لكم عايزاه يعني ما بين ال8 وما بين ال9. طيب كده تمام، انا كده خلصت الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بقى بلايك واشتراك في القناه، واشوفكم على الف خير.